السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعلكم في فيديو جديد حلو ان شاء الله كده يعجبكم. فيديو كده فيه دفى كده وفيه حلويات وفيه كده قراقيش وفيه حاجات جميلة. تمام، معانا قراقيش حلوة جدا سهلة وبسيطة وخفيفة ومقاديرها حلوة جدا وبسيطة. القراقيش دي عايزة اقول لكم عاملة في الافران 60 جنيه الكيلو، مش عارفة ايه السبب بس يلا الله المستعان. تمام، ومعانا هريسة ذرة حلوة جدا، شايفين مفرغة وجميلة وطرية. بصوا حلوة قوي ما شاء الله لا قوة الا بالله. تعالوا نبدأ بإيه؟ تعالوا نبدأ بالقراقيش. معانا كيلو من الدقيق جميع الاستعمالات. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم خطوة خطوة. هنركب بس الكف بتاع العجان، هنعملها بالكف مش بالآلة بتاعة العجان، لا بالكف. هنشغل كده نطلع منه الهواء. معانا معلقة كبيرة من المحلب، بيكو خميرة فورية، معلقة صغيرة بيكنج باودر، 4 معالق كبار من السمسم المحمص، تكون السمسم واثقة فيه ان هو نضيف، معلقتين كبار سكر بودر. وما تخافيش مش هيغير من طعمها ولا هيخليها مسكره ولا حاجه، بس هيحمر لي الوش وهيخليها طعمها حلو. معلقتين كبار سكر بودر، رشه ملح. تمام، زي كده معلقه صغيره خالص ملح. نسيب بقى كل المواد الجافه دي مع بعض. كنت مسيحه على النار 300 جرام من السمنه، او كوبايه ونص من اللي هي 200 مللي، كوبايه ونص من السمنه. مدفيها كده على النار. هنزل بقى تدريجيا كده لحد ما هحط السمنه كلها، ونفضل بقى نبس كده السمنه بالدقيق عشان تطلع معاكي حلوه. تمام، هنجيب بقى كوبايه من اللبن، بس هنكون مدفيين وهروح ادفيه واجي. تمام، انا هنا دفيته. هنزل بقى باللبن، انا هنزل بكوبايه اللبن كلها مره واحده. تمام، ابتدي بقى اعجن كده، وبعد كده من نفس كوبايه اللبن هجيب كوبايه ميه دافيه هنزل بيها تدريجيا. تمام، يعني احتاجتي بقى الكوبايه كلها ما احتجتهاش حسب نوع الدقيق بتاعك. انا خدتها كلها، يعني كيلو دقيق خد معايا كوبايه لبن وكوبايه ميه، ولازم يكون اللبن والميه دافئين يا جماعه. معلقتين كبار من الزيت، السكر البودر والزيت هيخلوا لي القراقيش محرمشه كده حلوه. شايفين العجينه ملبل ما شاء الله لا قوه الا بالله، مقاديرها مظبوطه بجد. هعجن بقى كده شويه، هتسيب بقى الكف. هو ده القوام او دي العجين اللي انا عايزاها. تمام، بصوا القراقيش والكحك يا جماعه ما بيتعجنوش كتير، يا دوبك بس بتلف كده وخلاص لان هو مش عجين. القراقيش والكحك مش بيتعجنوا، بيلفوا كده بالكفه وخلاص. شايفين ما شاء الله المقادير مظبوطه من ايه؟ ان العجين ساب البوله. بصوا تمام، هنسيبها بس ترتاح، ومش بسيبه يخمر، بسيبها ترتاح شويه. اغطيها شويه، رجعت لها كده بعد ربع ساعه. شايفين الجمال؟ بصوا العجينه ما شاء الله. تيجي بقى اقطعها، وغطيتها بفوطه، وخدت بقى ايه بعد ما قطعتها؟ خدت القطع كده، وابتدي كده ايه ابرمها وابططها كده الحجم اللي انتوا عايزينه، بس ما تخليهاش تخينه قوي ما تخليهاش طويله قوي. حاولوا ان كنتوا كده تظبطوها عشان لسه لما هترتاح شويه هي هتنفش بسبب البيكنج باودر. تمام، البيكنج باودر ايه لازمته يا غدا؟ بيخليها زي مفرغه كده مش مكتومه. نقطع بقى بالقطاعه بتاعه المخلل او قطعه البطاطس، اي قطاعه اي سكينه اللي يريحك. بصوا ما شاء الله، شايفين العجينه بيضه ازاي وجميله. وبصوا يعني مش عايزه اقول لكم هتطلع معاكم مقاديرها مظبوطه بالظبط. تشربوا بقى بيها شاي ساده، شاي بلبن، فطار كده بالليل، كوبايه شاي بلبن كده وقرقشتين اللي انت عايزاه. تمام، هنبتدي بقى نرص في الصواني بوريكم كده. بصوا حجمها جميل ازاي. متنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا ما شاء الله، شايفين؟ بقولكم ما شاء الله حلوه جدا. لازم تغطي العجينه في الشتاء بالذات عشان الوش ما ينشفش منك. اي بقى رقيش، اي كحك، اي معجنات لازم تغطي العجين بفوطه عشان الوش ما ينشفش منك وتبقى العجينه كده مشققه ومش لطيفه. تدي كده ساوي. بصوا حلوه جدا. حاولي تطلعي القراقيش قد بعضها عشان في السوا ما تبقاش حاجه يعني ايه مش مستويه قبل التانية. تمام، طول ما انت بقى شغاله كده يعني بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله
كده يعني اذكري الله كده طول ما انت شغاله كده، وصلي على الرسول. العجين بالذات، وتدعي بقى ايه الدعوات اللي انت عايزاها كده، وما تنسيش بقى البقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. الحاجات دي بتبقى جميله جدا جدا، بتشيل اي فكر من دماغك واي وسواس من قلبك كده. وتصلي كده على الرسول وتسمي الله طول ما انت كده شغاله في العجين، وتدعي كده دعوات، ان شاء الله ربنا يستجيب لك باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله يخش علينا كده رجب كده بالخير كده واليمن والبركات كده، ويسلمنا شعبان، ويا رب كده ان شاء الله يسلمنا كده رمضان كده ان شاء الله، وتبقوا في احسن حال يا رب كده. وربنا يرفع عنا الغلاء والوباء والبلاء ان شاء الله، ويخش كده رمضان على كل البيوت ان شاء الله كده، تكونوا سعداء ومبسوطين يا رب ان شاء الله. يتقبل منا الصيام والقيام، اللهم بلغنا رمضان. بصوا كده يعني، واللي تفضل كده بحاول ان انا احطها في العجينه التانية. تمام، شايفين بقول لكم العجينه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. حته ملبل في ايديا، بططي بقى كده وقطعي كده زي ما انت عايزه. وما خدوا معايا 3 صواني، طلع معايا حوالي من يعني من كيلو 800 جرام ل2 كيلو من القراقيش، من كيلو دقيق، فاهميني؟ يعني انت هتجيبي من بره الكيلو ومش كيلو كمان، يعني دقيق وب60 جنيه، معرفش يعني. يلا الله المستعان يا رب. نقطعها بقى كده. بصوا شايفين الصوبع كده قد الصوبع ازاي؟ حلوة قوي قوي. حاولي تظبطي ايدك مع الاستمرار، هتبصي تلاقي ايدك اتظبطت لوحدها. شايفين الحجم؟ ما شاء الله حلوة جدا. واتشي بقى ما تخافيش، القراقيش مش بتنفش قوي لدرجه انها تلزق في بعض، لا مش يعني، هي مش بسكوت، البسكوت ماشي، لكن القراقيش والكحك لا ما تخافيش. خلصت كل الكميه ما شاء الله، سبتها ترتاح شويه. عقبال ما ترتاح كده هبدا في الهريسه. كوبايه الا ربع من السمنه، كوبايه من السكر، هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما يبقوا كريمي. 4 بيضات، هنزل ببيضه بيضه، كل ما احط بيضه اضرب، لما تختفي احط التانية. هتديني كده قوام حلو قوي، هتديني كمان كأنها مسقية كمان بالشربات، وهي والله ما كانتش مسقية كده. خلاص خلصت كل كمية البيض. هنزل بقى ب2 فانيليا، كوباية الا ربع من السمنة، كوباية وربع من السكر، 4 بيضات، هنزل ببيضة بيضة، 2 باكو من الفانيليا، كوباية من اللبن. تمام، كوبايتين دقيق ذرة اصفر، كوباية دقيق ابيض. تمام، انا هنخل بس الدقيق عشان اضمن ان هو يديني كده فراغات كده في الكيكه وتبقى هايشه وجميله. بصوا زي الفل ما شاء الله. هندخل بقى الكوبايه التانية، ادي كده تاني كوبايه دقيق ذره. انا بحب الدقيق الذره الاصفر، وانتي براحتك، عايزه تجيبي دقيق ذره ابيض براحتك مفيش مشكله. عايزه تحطي كوبايتين دقيق ذره اصفر وكوبايه دقيق ذره ابيض مفيش مشكله، لكن انا مقاديري زي ما قلت لكم، بحب الدقيق الذره الاصفر كوبايتين مع كوبايه دقيق ابيض. هنخلهم بقى كده كلهم في بعض. معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعايا نص معلقه من البيكنج صودا الكربونات الصوديوم، ومعايا رشه من الملح. تمام، والمقاديرها تاني، هنعيد مقاديرها تاني. كوبايه الا ربع من السمنه، كوبايه وربع من السكر، كوبايه لبن، 4 بيضات، 2 باكو فانيليا، كوبايتين دقيق ذرة اصفر، كوباية دقيق ابيض، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا، رشة من الملح. خلاص الخليط كده تمام زي الفل. معانا بقى هنا صينية متبطنة بالدقيق والسمنة او الدقيق والزيت زي ما انتوا عايزين. درجة الحرارة لو الفرن عندك مش حامية 200، لو حامية 180. هنرشها كده بالسمسم، بتدي السمسم بيديها شكل وطعم حلو قوي. دخلها بقى الفرن. بصوا شايفين بقى، انا كده هنا كنت سويت القراقيش، يعني انا كنت سويت الهريسه، طلعتها فوق البوتاجاز تهدى. بصوا اهي، ودخلت بقى القراقيش جزء في التوستر اللي هو الفرن اللي بالكهرباء، وجزء في الفرن الغاز. انا تسويه الفرن الغاز عجبني اكتر. شايفين
ده فرن الغاز وده فرن الكهرباء، وبراحتك خالص بقى اللي عندك شغالين. فرن الغاز على درجة حرارة 180 ومشغلة المروحة، فرن الكهرباء على درجة حرارة 200 ومشغلة المروحة. تمام. بصوا حلوة جدا. بصوا تعالوا بقى نقطع الهريسة بعد ما بردت كده، اوريها لكم مفرغة قد ايه وجميلة زي الفل. بصوا ما شاء الله، شايفين لونها؟ انا كمان بحب عشان لونها المصفر ده بحبه قوي، تديه الذره الاصفر. شايفين جميله حلوه ومفرغه وطريه وطعمها بصوا حلو قوي، جربوها هتعجبكم. الشتا بقى بيحب الحاجات دي جدا. هي خلاص كانت بردت، نبتدي بقى كده ايه نحطها في الاطباق. تحطيها في الاطباق ليه يا غاده؟ رايحه عند الحبايب، رايحه عند مامتي وحماتي الاتنين ساكنين في بيت واحد، يعني ايه فحش طبعا، فحش يا جماعة. لازم الحبايب يدوقوا عشان دعواتهم الحلوة. بصوا شايفينها ما شاء الله متماسكة وطرية وزي ما نكون والله من جمالها مسقية شربات، بس هي مش مسقية شربات ولا حاجة. تمام. ادينا اهو عبينا اول طبقين، تعالوا بقى نعبي القراقيش. بصوا بوريكم اللي لسه طالعة بس كانت سخنة. شايفين الصبع قد الصبع بالظبط. بصوا ما شاء الله. خلينا بقى في السخنه دي نسيبها على جنب وناخد اللي بارد عشان لما اغطيها بالاسترتش ما تتروش، لازم تكون القراقيش مقرمشه. دي عبينا اول طبق قراقيش ودي تاني طبق. يا رب الفيديو كده عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. لو الفيديو عجبك بالله عليكي ما تنسونيش في اللايك، واشوفكم بألف خير وباي باي.